طبعًا أنت عملت لنفسك زي كل سنة خطط، جداول، أهداف خلال 30 يوم عشان تمشي صح في رمضان زي كل سنة، وخلّيني أتوقع أنت هتفشل زي كل سنة. طب أنت عمرك سألت نفسك أنت بتفشل ليه؟ طب يمكن المشكلة عشان أنت عايز توصل لأحسن نسخة من نفسك، فأنت عشان كده حاطط طموح عالي مش عارف توصل له؟ ما هو أكيد هو ده سبب الفشل الحقيقي، عامل جدول ما لكش فيه نِفْس أصلًا فاهم، حاطط فيه خطط وأهداف بعيدة أوي عنك، عايز تختم مرتين 3 وأنت أصلًا قبل كده ما ختمتش ولا مرة، إزاي هتعمل الكلام ده؟ طب الحل إيه؟ الحل سهل وبسيط إن أنت تحط لنفسك أساس صح من البداية، خلينا ناخد مثل يعني تمام؟ أنت دلوقتي عندك بيت عاوز تطلع للتاني والتالت، ما أنت مفيش عمدان مفيش أساس، أنت دلوقتي عايز تختم حاطط نفسك ختمتين تلاتة في الشهر ده، وأنت أصلا قبل كده ما ختمتش ولا مرة، فالحل إيه؟ الحل سهل وبسيط. دلوقتي الجزء القرآني الواحد عبارة عن 20 صفحة أو حوالي 22 صفحة، ال 20 صفحة هتقسمهم على 5 صلوات هيطلع لك 4 صفح، بعد كل صلاة هتقرا 4 صفح بس، مش هياخدوا منك 30 ثانية. 4 صفح في 30 ثانية مش وقت مش هتحس بيهم. آخر اليوم قبل أمّا تنام هتلاقي نفسك قفلت إيه، هتلاقي نفسك قفلت إيه، جزء عام وأنت مش واخد بالك ومش حاسس أصلًا. فهمت أنا أقصد إيه؟ هي عادة لازمًا تمشي عليها وحاجة سهلة وبسيطة. حُط الأساس السهل وبعدين اوصل للصعب. الأول هيجيب التاني هيجيب التالت، إنما أنت مش عايز توصل للسادس والسابع من غير أول وتاني، فاهم؟ هتعملها إزاي؟ وخليك فاكر برنامج أبو السيد هتتعلم وهتستفيد.